هو إيه اللي حصل لما فحيح ظهرت للمداح مع خادمها سعير؟ المشهد اللي قدامك ده يعتبر من أخطر مشاهد المداح أسطورة العهد. في خلال المشهد ده فحيح استدرجت المداح لأرض مهجورة وضلمة ورا بيته، وهناك اتفاجئ المداح بإنه داخل طلسم مرسوم بالنار. وعشان تفهم اللي حصل في البداية خليني أقولك إن كل شيطان ليه طلسم بيحضر من خلاله. الطلسم اللي اترسم حوالين صابر هو طلسم فحيح والبوابة الشيطانية اللي خرجت منها. وللأسف وجود المداح في مركز بوابة شيطانية مرعبة بيعمل انخفاض في القوة الروحية جدا. يعني فحيح كان هدفها تستنفذ قوة صابر، وبما إن القوة بتاعت صابر هتتحبس في الطلسم الخاص بيها فالقوة دي كلها هتروح لها وهتتغذى عليها، لأن فحيح نوع من الشياطين اللي بتتجسد في شكل البشر ومحتاجة طاقة روحانية عالية تتغذى عليها عشان تعرف تكمل مهمتها. ده غير إن هدفها الأساسي إنها تمحي قوة المداح الجديدة فيقدروا يهزموه بكل سهولة. واستعانت فحيح بخادمها سعير عشان يخترق جسم صابر عشان يضعف الهالة النورانية اللي موجودة حوالين المداح لما الشيطان يعدي منها، وعشان يضعف طاقته الروحانية ويكون سهل السيطرة عليه. طب ازاي سعير قدر بسهولة كده يخترق جسم المداح؟ خليني أقولك إن صابر حاليا عنده ثغرة روحانية كبيرة، لأنه صدق الساحر السيد كامل وطرد تاج وعماد. ده غير إن صابر وأهله كانوا أهل عهد مع الشيطان، عشان كده الشيطان من وقت للتاني بيقدر يتسلل ليهم. ده غير إن الشياطين معاهم دم المداح، فللأسف يقدروا يفتحوا بوابات شيطانية زي ما هم عاوزين، لأن دم المداح مبروك لأنه زهري. لكن المداح مهما كانت طاقته أقوى من سعير فأكيد هيقدر ينتصر عليه، ومع ذلك الشيطان هيدور على طريقة تانية يسيطر عليه وعلى طاقته من خلال المصل.